دلوقتي وانا عايزه حقي من وزاره الداخليه من اللي هو عمله فيا ده في الشارع. دلوقتي يا جماعه انا منزله لكم الفيديو ده وانا خايفه، لان انا كنت واقفه عند الشارع اللي ما بين مطبعه فيصل ومطبعه هرم، كنت عايزه اخد توك توك يوديني ترسا. فانا واقفه في واحد واقف عمال يقول لي انت يا بنت انت، وعمال يقول لي الفاظ بذيئه وقذره جدا. فانا واقفه عملت نفسي مش سامعاه وبقيت امد لقدام بقى يمشي ورايا بالمكنه. فانا بقول له في ايه انت عايز مني ايه؟ انا ما قلتوش في ايه انت عايز مني ايه غير لما قرب مني قوي وكان جاي عليا خالص. فراح قعد يقول لي كلام قذر جدا، وهو بيقول لي الكلام القذر ده انا رحت قلت له، زعقت له. اول لما جيت زعقت له راح جاي يضربني على وشي بالاقلام. راح وقال لي انا خلي وشك يسوى بالاسفلت دلوقتي بعد ما كان جاي بيضربني وانا بقيت ازق فيه. المهم خد مني التليفون، نتش مني التليفون، انا بطلع بصوره وجاي يضرب فيا. الناس بقت تحوش فيه بتسلكه عشان ما يضربنيش، عشان انا ما قبلتش ان هو يشتمني وان هو يقول لي الفاظ قذره. جاي عايز يضربني تاني، راح الناس فضلت تسلك ما بينا، بقوا يداروني في المحل بتاعهم، دخلوني داروني في المحل عشان ما يضربنيش. 6 7 رجاله بيداروني منه وبيحاولوا ياخدوا منه التليفون، لحد لما واحد غفله وراح نطشه منه وهو مش واخد باله من الزحمه. دخلوني جوه المحل، كان عايز يخش جوه المحل يضربني جوه المحل. ما سكتش غير لما قلت لهم انا هطلب النجدة دلوقتي. دخلوا 6 7 رجاله يقولوا لي امسحي الفيديو من على الموبايل ومن على رسالة المهملات، امسحي دلوقتي. كلهم بيدافعوا عنه، كلهم خايفين ان الفيديو بتاعه ينزل. بس لو واحدة من بنتهم هي اللي اتعرضت لموقف زي ده، او مراته او اخته، هو ما كانش داخل قال لها امسحي الفيديو اللي عندك. وانا هنزل لكم الفيديو دلوقتي وانا عايزه حقي من وزاره الداخليه من اللي هو عمله فيا ده في الشارع. وبعد لما دخلت جوه، اول لما طلعت انا طلبت اوبر عشان يجيبني لحد هنا، ما لقيتش اوبر. خليت صاحب المحل يجيب لي اي توك توك يوديني. كل بتوع التكاتك فضلوا يقولوا لي اوعي تنزلي الفيديو. فانا منزله الفيديو ده وانا عارفه ان انا هتاذي بعد الفيديو ده، بس انا مش هسكت على حقي. يلا بصلي، يلا اللي كنت عايز تضربني بالاقلام وهتصفرني. يلا يا حبيبي والله لا انزلك على النت. يلا يلا كمل ومد ايدك. يلا اوعى يلا عيب ده مش